ازاي تربي أطفالك في بيت العيلة؟ معاناة كل أم بتربي أطفالها في بيت العيلة بعادات وسلوكيات، منها المقبول بالنسبة لها ومنها الغير مقبول. معاناة كل واحد بيقول رأيه في طريقة تربيتها، والصغير قبل الكبير. معاناة من أب شايل إيده من تربية أطفاله بسبب غيابه أو سفره، وساب الأم وسط بيت العيلة تهاتي لوحدها من غير حتى ما يحط قوانين وأساسيات يحافظ بيها على بيته وأولاده. طب عرفنا خلاص المشكلة، ازاي نحلها بقى؟ لازم الطفل يقعد معاكي انت في الشقة الخاصة بيكوا انتوا، ويروح بس لتيتا وجده وقت صغير من الوقت، لكن مش الوقت كله. طب ونعملها ازاي دي؟ اي حاجة طفلك بيحبها هتبقى عندك انتي، يعني حولي بيتك لكيدز اريا بألعاب بسيطة. حولي المكان فيه الوان ورق سكتش، الطفل يرسم ويلون ويطلع كل المواهب اللي عنده. اعملي مكان مخصص حتى لو جزء صغير للقصص وصور الشخصيات اللي طفلك بيحبها. اجذبي طفلك لمكانه، خليه يبقى مستني يعرف امتى هنمشي من عند جده وتيتا ونروح شقتنا. وما تحاوليش تعلقي على كل سلوكيات طفلك قدام اي حد، لان هيحصل جدال وهتطلعي انت في الاخر الغلطانة، واحنا مش عاوزين الطفل يعرف ان اللي بيعمله ده صح. وعلقي وعلميه لما تبقوا لوحدكم. واي حد يعلق على طفلك او يعلمه اي سلوك سلبي، حاولي تردي عليه بطريقة لطيفة وقدام طفلك، علشان تمنعي طفلك من الغلط وتمنعي المشاكل.